السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. تعتبر مادة الرياضيات من المواد الجميلة ومميزة، وعلشان نحبها ونقدر نحل كل مسائلها لازم نفهمها كويس. فأنا معاكم أستاذ خالد عبده، هشرح لكم منهج الرياضيات بالكامل بطريقة مبسطة ولذيذة. خليكم معايا. وهنبتدي بالدرس الأول في الجبر واللي بيتكلم عن الجذر التكعيبي للعدد النسبي. لكن خلونا في البداية نفتكر حاجة كنا درسناها قبل كده اسمها الجذر التربيعي، واللي كنا بنرمز له بالرمز ده. وكنا بنقول ان الجذر التربيعي للعدد النسبي أ هو العدد اللي مربعه بيساوي أ. طيب تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. يعني لما اجي اقول لك انا عايز الجذر التربيعي للعدد 25، فكل اللي احنا بنعمله هنا بندور على العدد اللي لما نيجي نضربه في نفسه يدينا 25. وطبعا انت اكيد بتقول دلوقتي اكيد هو العدد 5، وده كلام مظبوط لان 5 في 5 بيساوي 25، وبالتالي يبقى احنا نقدر نقول ان الجذر التربيعي بتاع العدد 25 هو 5. بنفس الطريقه لو قال انا عايز الجذر التربيعي للعدد 16، هندور على العدد اللي لما نيجي نضربه في نفسه يدينا 16، بالتاكيد هو العدد 4، لان 4 في 4 بيساوي 16، وبالتالي يبقى الجذر التربيعي بتاع العدد 16 هو 4. طيب تفتكر بقى لو جالك عدد كسر، يعني عدد نسبي زي اللي انت شايفه قدامك دلوقتي على الشاشه 36 على 49، تفتكر هنتصرف معاه ازاي؟ مفيش اي مشكله، هنتعامل معاه بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. هنجيب الجذر التربيعي للعدد اللي في البسط لوحده والجذر التربيعي للعدد اللي في المقام لوحده. فزي ما انت عارف الجذر التربيعي ل 36 هي 6، لان 6 في 6 ب 36. ونفس الكلام الجذر التربيعي ل 49 هي 7، لان 7 في 7 ب 49. وبالتالي يبقى نقدر نقول ان الجذر التربيعي بتاع العدد 36 على 49 هو 6 على 7. طيب بعد ما افتكرنا ايه هو الجذر التربيعي، لازم تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا ما ينفعش نجيب جذر تربيعي لعدد بالسالب نهائيا. يعني لو طلب وقال لك انا عايز الجذر التربيعي لعدد -4، مش هنقدر نجيب له جذر تربيعي، لان ببساطه مفيش عدد نقدر نضربه في نفسه ويدينا -4. يبقى خلي بالك من المعلومه ديت، وان الجذر التربيعي بالسالب ما نقدرش نجيبه. طيب وبعد ما عرفنا ايه هو الجذر التربيعي، تعالى بقى نشوف يعني ايه الجذر التكعيبي. مبدئيا كده الجذر التكعيبي بنرمز له بالرمز ده، وهو عباره عن رمز الجذر التربيعي بالظبط، بس بنزود 3 صغيره في بدايه علامه الجذر. وبنقول ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي أ هو العدد بقى اللي مكعبه بيساوي أ. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لما يجي يقول لي انا عايز الجذر التكعيبي للعدد 8، فكل اللي احنا بنعمله هنا بقى بندور على العدد اللي لما نيجي نضربه في نفسه 3 مرات يدينا 8، بعكس الجذر التربيعي اللي كنا بنضربه في نفسه مرتين بس. طب تفتكر معايا ايه العدد لو ضربناه في نفسه 3 مرات يدينا 8؟ بالتاكيد هو العدد 2، لان 2 في 2 في 2 بيساوي 8. وبنفس الطريقه لو قال لي انا عايز الجذر التكعيبي للعدد -8، هنا بقى نقدر نجيب له جذر تكعيبي، واللي هو هيكون لعدد -2، لان -2 في -2 في -2 بيدينا -8. يبقى في الجذر التكعيبي نقدر نجيبه لعدد سالب، بعكس الجذر التربيعي ما كناش بنقدر نجيبه لعدد سالب. وبنفس الطريقه لو جالي عدد كسر وقال لي انا عايز الجذر التكعيبي للعدد 1 على 27، بنفس الطريقه برضو بالظبط، هنجيب الجذر التكعيبي للوسط لوحده والجذر التكعيبي للمقام لوحده. فالجذر التكعيبي للعدد 1 هو الواحد، لان 1 في 1 في 1 بواحد. ونفس الطريقه الجذر التكعيبي للعدد 27 هو ال3، لان 3 في 3 في 3 ب 27. طيب بعد ما عرفنا ايه هو الجذر التكعيبي وازاي نقدر نحسب قيمته، تعال نشوف شويه امثله بافكار مختلفه. المثال معانا بيقول اوجد ناتج كل مما ياتي. النقطة الأولى هي الجذر التكعيبي ل -125، والنقطة الثانية هي الجذر التكعيبي ل 64 من 1000، أما النقطة الثالثة هي الجذر التكعيبي ل 3 و3 على 8. تعال نمسك النقطة الأولى واللي هي الجذر التكعيبي ل -125. مفيش أي مشكلة هنا برضو، هندور على العدد اللي لما نيجي نضربه في نفسه 3 مرات يدينا -125، واللي هو بالتأكيد -5، لأن -5 في -5 في -5 ب-125. أما بالنسبة للنقطة الثانية لو بصيت عليها هتلاحظ إن شكلها غريب شوية، واللي هو عبارة عن عدد 64 من 1000. مبدئيا هنا العدد دوت لازم نبدأ نظبطه ونحطه في صورة بسط ومقام. فال 64 من 1000 زي ما انت عارف نقدر نكتبها 64 على 1000، يبقى احنا نقدر نكتبها الجذر التكعيبي 64 على 1000، وبعدين نجيب الجذر التكعيبي للبسط لوحده عادي خالص. فال 64 جذرها هيبقى 4، وال1000 جذرها التكعيبي هيبقى 10، لأن 10 في 10 في 10 ب1000. يبقى الجذر التكعيبي بتاع العدد 64 من 1000 كله هو 4 على 10، وطبعا ممكن تبقى تبسطه وتكتبه 2 على 5. طيب تعال نشوف النقطة الثالثة واللي هي الجذر التكعيبي ل3 و3 على 8. مبدئيا هنا لازم نرفع الكسر الأول ونظبط شكله. طيب ازاي كنا بنرفع الكسر؟ أول حاجة كنا بننزل المقام زي ما هو واللي هو ال8 هنا، وبعدين بنضرب العدد الصحيح واللي هو 3 في المقام، يعني هنضرب 3 في 8 واللي هي ب 24، وبعدين نزود عليها البسط.
ف 24 زائد 3 تدينا 27. يبقى احنا كده قدرنا نظبط العدد ونرفع الكسر بقى الجذر التكعيبي ل 27 على 8. وبعدين نمشي خطواتنا عادي خالص ونجيب الجذر التكعيبي للبسط لوحده ونجيب الجذر التكعيبي للمقام لوحده. فال 27 جذرها التكعيبي هيبقى 3 وال8 جذرها التكعيبي هيبقى 2 ويبقى الجذر التكعيبي للعدد ده كله هو 3 على 2. طيب احنا دلوقتي عرفنا نجيب ازاي الجذر التكعيبي وعرفنا ازاي بنتصرف معاه. طيب تخيل بقى لو جالك عدد كبير، ازاي نقدر نجيب الجذر التكعيبي بتاعه؟ عندنا طريقتين نقدر نجيب بيهم الجذر التكعيبي. تعال نشوف ازاي. المثال معانا بيقول اوجد ناتج ما ياتي وهو الجذر التكعيبي ل 216. الطريقه الاولى اللي نقدر نجيب بيها الجذر التكعيبي للعدد ده هي طريقه التحليل، وهي ان احنا نحلل العدد لعوامله الاوليه. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هناخد ال 216 ونحاول نقسمها على الاثنين علشان الاثنين ده عدد اولي. فلما نقسم 216 على الاثنين هتدينا 108، وبعدين لما نقسم 108 على الاثنين مره كمان هتدينا 54، ولما نقسم ال 54 على الاثنين مره ثالثه تدينا 27. هتلاحظ بقى ال 27 مش هينفع نقسمها على الاثنين، فنجرب عدد اولي تاني وليكن الثلاثه. ف 27 على الثلاثه هتدينا 9، و9 على الثلاثه هتدينا 3، واخيرا 3 على الثلاثه هتدينا 1. فهتلاحظ ان احنا بعد ما حللنا العدد لعوامله الاوليه هتلاحظ ان الاثنين اتكررت 3 مرات والثلاثه اتكررت برده 3 مرات. فاحنا كل اللي احنا هنعمله هناخد عامل من كل رقم ونضربهم في بعضهم، وهيكون الجذر التكعيبي لعدد 216 هو عباره عن 2 في 3 يعني هيساوي 6. طيب الطريقه الثانيه بقى هي طريقه الاله الحاسبه، وهي طريقه ما تاخدش اكتر من 5 ثواني. فكل اللي احنا هنعمله هنجيب الاله الحاسبه بتاعتنا وبعدين ندوس على زر شيفت وبعدين علامه الجذر وبعدين نكتب العدد اللي احنا عايزين نجيبه واللي هو هنا مثلا 216، وبعدين ندوس على علامه يساوي هيطلع لنا الجذر التكعيبي على طول العدد واللي هو 6. وبعد ما عرفنا ايه هو الجذر التكعيبي وازاي نحسب قيمته، تعالى بقى نشوف شويه معادلات في نون. مبدئيا لو هو عايز يحل معادله س زائد 2 بيساوي 6، بنتصرف معاها ازاي؟ علشان نوجد قيمه س لازم نخليها في طرف لوحدها، وبالتالي يبقى زائد 2 دوت لازم نمشيها ونوديها الطرف الثاني. طب ازاي كنا نقدر نمشيها؟ نقدر نمشيها عن طريق ان احنا نضيف المعكوس الجمعي للطرفين، او ان احنا نطرح 2 من الطرفين. فلما نعمل كده س هتساوي 6 ناقص 2 يعني الس هتساوي 4، وبالتالي يبقى قيمه س في المعادله دي هي 4. طيب تخيل بقى لو جالي معادله ثانيه زي ديت واللي هي 3 س ناقص 5 بتساوي 7. بنتصرف بنفس الطريقه بالظبط. اول حاجه هنمشي السالب 5 ونوديها الطرف الثاني، وطبعا اي عدد هيروح الطرف الثاني لازم يروح بعكس الاشاره. ف3 س هنا هتساوي 7 زائد 5، يعني معنى كده 3 س بتساوي 12. بس لحد اللحظه دي احنا ما قدرناش نجيب قيمه س. ده هنا دلوقتي 3 س بتساوي 12، فعشان نعرف نجيب قيمه س لوحدها يبقى لازم نقسم الطرفين على الرقم اللي مضروب في س. يعني هنقسم الطرفين على 3، وبالتالي س هنا هتساوي 12 على 3 يعني قيمه س هتساوي 4. بعد ما افتكرنا ازاي بنحل معادلات في نون، تعال نشوف مثال اخير. المثال اللي معانا بيقول اوجد مجموعه حل كل من المعادلات الاتيه في نون. النقطه الاولى هي 5 س تكعيب ناقص 10 بتساوي 30، والنقطه الثانيه هي 2 س زائد 1 كل اس 3 بتساوي سالب 27. تعال نمسك النقطه الاولى واللي هي 5 س تكعيب ناقص 10 بتساوي 30. هنتصرف بنفس الطريقه بالظبط. هنودي السالب 10 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، فهتبقى 5 س تكعيب بتساوي 30 زائد 10 يعني 5 س تكعيب هتساوي 40. وبعدين نقسم الطرفين على 5 يبقى الس تكعيب هتساوي 40 على 5 واللي هي تدينا 8. خد بالك بقى هنا احنا قدرنا نجيب قيمه س تكعيب مش س بس، والمطلوب ان احنا نجيب قيمه س. فاوعى هنا تقول خلاص هقسم على الثلاثه، وده طبعا كلام مش مظبوط، لان الس مش مضروبه في 3، دي الس مضروبه في نفسها 3 مرات. طب نتصرف معاها ازاي ديت؟ علشان نخلص من التكعيب جيب الجذر التكعيبي للطرفين. التكعيب دايما بيخاف من الجذر. فهنعمل هنا كده، وبالتالي س هتساوي الجذر التكعيبي لل8، وزي ما اتفقنا الجذر التكعيبي لل8 هو ال2، وبالتالي مجموعه حل المعادله دي هي 2. طيب تعال نشوف النقطه الثانيه واللي هي 2 س زائد 1 كل اس 3 بيساوي سالب 27. هتلاحظ هنا بقى ان التكعيب ظهر لنا من بدايه المساله. فزي ما اتفقنا من شويه علشان نمشي التكعيب لازم ناخد الجذر التكعيبي للطرفين. فهنعمل هنا كده، وبالتالي هنحصل على الجذر التكعيبي ل 2 س زائد 1 كل اس 3 بيساوي الجذر التكعيبي لسالب 27. وهنجيب الجذر التكعيبي لكل طرف لوحده. فالطرف الاولاني التكعيب هيطير مع الجذر ويبقى لنا 2 س زائد 1. وما تنساش تجيب الجذر التكعيبي للطرف الثاني واللي هو سالب 27. طبعا الجذر التكعيبي لسالب 27 بسالب 3، وبالتالي يبقى المعادله بعد تبسيطها بقت 2 س زائد 1 بيساوي سالب 3. هنودي الواحد الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى 2 س هتساوي سالب 3 ناقص 1، يعني معنى كده 2 س بتساوي سالب 4. واخيرا هنقسم الطرفين على الاثنين، يبقى الس هتطلع بسالب 2، وبالتالي مجموعه حل المعادله دي هي سالب 2.
وبكده نكون خلصنا الدرس الاول في الجبر واللي كان بيتكلم عن الجذر التكعيبي للعدد النسبي. تعال نشوف اهم النقاط اللي اتكلمنا عنها. زي ما اتفقنا ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي أ هو العدد اللي مكعبه بيساوي أ. وزي ما قلنا قبل كده ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي الموجب بيبقى قيمه موجبه، زي هنا الجذر التكعيبي للعدد 8 2. ونفس الكلام الجذر التكعيبي للعدد النسبي السالب بيبقى قيمه سالبه، زي هنا الجذر التكعيبي للعدد سالب 8 هو سالب 2. وما تنساش تحل السؤال الختامي بتاعنا واللي بيقول اوجد مجموعه حل المعادله الاتيه في ن 5 س ناقص 1 الكل أس 3 بيساوي 64. هسيبكم مع السؤال الختامي ونحله مع بعض ان شاء الله في الدرس القادم. مع السلامه. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة. ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه. وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب. خليك متابع، خليك في الأضواء.